وبعد ذلك يخاطبهم الحق سبحانه وتعالى في قضية كانت في أيام داود. هذه القضية تتعلق بيوم الراحة عندهم، لأنهم سألوا الله يوما يرتاحون فيه من عناء الأعمال، فأعطاهم الله يوما هو السبت. ونحن حين نسمع كلمة السبت في القرآن نجد أن يوما من أيام الأسبوع ذكر بلفظه سبت، ويوما آخر ذكر برضه بلفظه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. إذن يومان في الأسبوع نص الله على أسمائهما السبت والجمعة. ومن العجيب أن النص على هذين اليومين بالاسمين السبت والجمعة لم يدخلا في العدد، لأن مدام أيام الأسبوع 7 وفيها الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس، كان المفروض أنه يجوا إيه بقى في ال7؟ السداس بقى، مش كده؟ والسباع. لكن ما قالش لا سادس ولا إيه ولا سابع. واللي ما قالش عليهم لا سادس ولا سابع جابهم بأساميهم الجمعة والإيه والسبت. لكن الأحد والاثنين والثلاث والأربع جاءت بالعدد، والخميس جاءت بالعدد، إنما ما جاتش بأساميها عندنا هنا. يبقى شوفوا التوزيع بقى الذي ذكر بالعدد 1 2 3 4 5، واللي ما ذكرش ذكر باسمه. اسمه ايه؟ جمعة وسبت. طب الجمعة اللي هو العيد ده اللي مفهوم فيه الاجتماع واللي مش عارف، نقول لك نعم، لأن قضية الخلق كما علمنا في 6 أيام. معقول اننا لما نيجي نعد بقى نقول ايه؟ أحد 2 ثلاثاء 4 خميس. طب لكن لا يزال هناك يوم، لأنه قال في 6 أيام. قال لك هذا اليوم لم يسميه الله من مشتقات ال6 كما سمى الأربعاء من مشتقات 4، والثلاثاء من مشتقات ايه 3، والخميس من مشتقات 5. هو جابوا جمعة بلفظه كده. قال لك لأن ده اليوم الذي اجتمع للكون نظام وجوده، فسماه الجمعة. ولذلك احنا بقى يا المسلمين اخذ لنا عيد، العيد اللي هو ايه؟ اجتماع كل الكون في ذلك اليوم، فليجتمع المكون له الكون في ذلك اليوم. طيب والسبت يعني ايه بقى؟ طب عرفنا جمعة يعني اجتماع، واجتماع النعمة بتاعت ربنا في ايجاد الكون تمت في ذلك اليوم، خلاص. فالمؤمنين بالله يجتمعون في ذلك اليوم كأنه حفاوة بايه؟ باجتماع كل مدلولات كلمة الكون لهم. كلام طيب. طب والسبت؟ قال لك المادة دي السين والباء والتاء تفيد معنى القطع في اللغة، تفيد معنى القطع والسكون والفراغ من الشيء. ثبت يثبت ثبتا إذا قطع عمله وسكن. وصحيح يوم السبت كان كل الأعمال إيه؟ انتهت، ويبقى مش اليوم ده مش مشغول بخلق شيء في الكون، يبقى فرغ من الكون، يبقى ناسب أن يكون اسمه إيه؟ قطع العمل فيه وسكن كل شيء واستقر وفرغ من خلق الإيه؟ من خلق الكون. ولذلك لما نشوف السكون كده نقوم نقول ايه؟ النوم بيسموه ايه؟ سبات. يعني ايه؟ سكون عن حركة، سكون عن حركة. طبعا الأول عرفنا دي. فلما أرادوا يوما للراحة أعطاهم الله يوم الايه؟ يوم السبت.